كنتوا فاكرين إن حياتي كانت كلها ضحك، تبقوا ما تعرفونيش اللي الناس كانت بتضحك أول ما تشوف وشه، وتضحك أكتر من غير حتى ما اتكلم. أنا إسماعيل ياسين. أنا اتولدت يوم 15 سبتمبر 1912 في مدينة السويس. كنت الابن الوحيد لأب كان صايغ ذهب وراجل معروف في المنطقة. أمي ماتت وأنا لسه طفل صغير، وده كان أول حاجة توجعني من الدنيا. كنت طفل رفيع جدا، نحيف لدرجة إن شكلي كان يضحك، بس جوايا كنت حساس جدا. كبرت في بيت متوتر، أب قاسي، مفيش حنية، مفيش دفء، وأمي مشيت وسابت لي فراغ ما اتملاش أبدا. في يوم أبويا خسر كل فلوسه بسبب المؤامرة، وانقلب حاله من الغنى للفقر، واتحبس في قضية نصب، واتفض بيتنا، واتشتت أنا واترميت في الشارع. اشتغلت صبي عند حلاق، كنت بنام جوه المحل وآكل بواقي الزباين، بس عمري ما اشتكيت. كان نفسي أبقى منشد زي الشيخ سلام حجازي. كنت بحب الغنى وبحب المسرح من غير ما أشوفه. كنت دايما أقلد الناس، أضحك زمايلي وأعمل حركات، وكأن الضحك هو اللي مخليني أعيش. لما كبرت شوية قررت أسافر القاهرة. كنت لسه عندي 17 سنة، ولا معايا فلوس ولا ظهر ولا واسطة، بس كان معايا حلم كبير ووش اللي الناس كانت بتضحك لما تشوفه. وصلت للقاهرة واشتغلت في مقهى صغير، وبعدين دخلت مجال المونولوجات. كنت بكتب لنفسي وأغني وأضحك، وكنت مختلف. الناس كانت تحفظ كلامي وتردده. اشتغلت مع بديعة مصابني، وكنت واحد من نجوم الكازينو بتاعها. ومن هناك الناس بدأت تعرف اسم إسماعيل ياسين. قابلت الأستاذ نجيب الريحاني، اتعلمت منه وكان بيحترمني رغم إني كنت لسه في بدايتي. بس اللي آمن بيا فعلا كان أنور وجدي، هو اللي فتح لي باب السينما. أول فيلم شاركت فيه كان سنة 1939، اسمه خلف الحبايب. دور صغير بس عمل صدى، ومن بعدها بدأت أطلع في أفلام كتير جدا. بس اللحظة الفارقة كانت سنة 1952 لما الناس بقت تدخل السينما عشاني أنا. اسمي كان بيتكتب على الأفيش لوحده، وكأن الفيلم كله بتاعي. عملت أفلام باسم إسماعيل ياسين في الجيش، في البوليس، في البحرية، في الطيران. بقيت البطل الكوميدي رقم 1 في مصر والعالم العربي كله. كنت بعمل فيلمين 3 وأحيانا 4 في نفس الشهر، ووشي بقى علامة، والناس كانت بتحبني حب حقيقي. بس وسط الضحك كان جوايا دايما حزن قديم. الطفل اللي اتظلم واللي مفيش حد حضنه كان لسه عايش جوايا. أنا ما كنتش وسيم، ولا صوتي حلو، ولا عندي جسم البطل، بس كنت مختلف، والناس شافت فيا حاجة مش عند حد تاني. في فترة الخمسينات كنت أغنى من نجوم الغنى والمسرح. عندي فيلا، عربية، شهرة، فلوس، وكل اللي اتحرمت منه في صغري. بس ياما الدنيا بتدي وتاخد. في بداية الستينات بدأت الدنيا تضلم. الناس بدأت تزهق من الكوميديا التقليدية، وجيلي بدأ يتنسي. والموجة الجديدة بتاعت يوسف شاهين وصلاح أبو سيف بدأت تسيطر، وأنا لقيت نفسي بره السوق. والمصيبة الأكبر إن الضرايب كانت بتنهشني. أنا ما كنتش فاهم في الحسابات، كنت بسيب كل حاجة للناس حواليا، وفي لحظة لقيت نفسي مديون للدولة ب300,000 جنيه، يعني ملايين النهاردة. اضطريت أبيع الفيلة والعربية وكل اللي عندي، وبدأت أشتغل في الملاهي الشعبية وأقدم فقرات صغيرة. أنا اللي كنت نجم الشباك بقيت بند فقير في برنامج فرح. ابني ياسين حاول يساعدني، دخل الإخراج وكان موهوب، بس كانت الدنيا خلاص بتفلت من إيديا. وكل ده وأنا مريض بالقلب والتعب كابس على صدري. في آخر أيام حياتي كنت ساكن في أوضة صغيرة في عمارة قديمة في الزمالك. مفيش خدم، مفيش تلفزيون، مفيش صحاب. حتى الناس اللي كنت سبب في ضحكتهم اختفوا. وفي يوم 24 مايو 1972 وأنا قاعد لوحدي قلبي تعبني، ورحت المستشفى. ولسه هناك قلبي وقف. ما كانش معايا غير ابني، ومات إسماعيل ياسين من غير ما يسمع تصفيق ولا ضحكة ولا حتى كلمة شكر من اللي ضحكهم عمره كله. بس أنا عمري ما ندمت. أنا عشت وسبت أثر، ضحكت الناس وخليت الحزن يضحك بالعافية.
أنا إسماعيل ياسين ودي كانت حكايتي.